مرحبا بكم من جديد في قناة جدد عقلك. بعد النجاح الكبير للفيديو السابق عن دجاج البراهمة، وصلتنا مئات التساؤلات منكم حول أسرار تربية هذا العملاق. لماذا تموت الكتاكيت فجأة؟ وكيف نضمن إنتاجا غزيرا من البيض؟ اليوم سنكشف لكم الحلول العملية والتجارب الحقيقية التي ستجعل من مشروعكم نجاحا باهرا. أكبر تحد يواجه المربين هو الخمول المفاجئ للكتاكيت. السر ليس فقط في الدفء، بل في نظافة المشارب ونوعية العلف المخصص للنمو. تجنبوا الرطوبة فهي العدو الأول، وتأكدوا من تقديم الفيتامينات الضرورية في الأسبوع الأول لتقوية المناعة ضد الأمراض الشائعة. يسأل الكثيرون: لماذا يتأخر دجاج البراهمة في وضع البيض؟ تذكروا أن البراهمة سلالة ثقيلة وتحتاج إلى نظام غذائي متوازن يجمع بين البروتين والكالسيوم. الإضاءة أيضا تلعب دورا سحريا، فالدجاج يحتاج لعدد ساعات إضاءة معينة لتحفيز الهرمونات المسؤولة عن الإنتاج. تربية دجاج البراهمة فن وعلم في آن واحد. إذا طبقت هذه النصائح ستلاحظ الفرق في صحة قطيعك وإنتاجه. لا تنسوا إخبارنا في التعليقات عن تجاربكم الخاصة، ولا تترددوا في طرح أي سؤال. وإذا أعجبكم المحتوى اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد في عالم أسرار الطبيعة والتربية.